يا مساء الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في المخبوزات الحلوة دي؟ جميلة جدا جدا. هي دي بقى مخبوزات المدرسة اللي هتشبع ولادك وهتسهل عليك الموضوع. تعملي شوية زي كده هتنسي السندوتشات طول الأسبوع، يعني كل يوم أجازة عندك ممكن ايه تعملي شوية زي كده. عندي هنا شوية دقيق، هقول لكم قد ايه، وحطيت عليهم لبن ورشة ملح، اللي حطيتها على جنب دي رشة ملح، ومعلقة كبيرة سكر، وكيس الخميرة كله. هو الكيس بيكون معلقة كبيرة، فبنحط الكيس كله وخلاص. بس يعني اللبن تقدر تستغنى عنه وتعجنيها بمية بس. لو ما عندكش حليب بودر او لبن ممكن تعجني بحليب عادي. هنا حطيت 3 معالق زيت. هكتب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف، تضغط على العنوان هيتفتح لك صندوق الوصف، هتلاقي كل المكونات اللي انا حطاها بالجرام يعني بالظبط. تاخديها كده وتشتغلي عليها وانت مطمنه خالص. هنا انا فضيت بقى كوبايه الميه وهنعجنها. نلم بقى العجينه كويس جدا وهسيبها لحد ما ايه تختمر كده ويتضاعف حجمها وتبقى ايه كده حلوه. معايا هنا بقى الحشوة، اي حشوة بقى انت عندك في التلاجة اشتغلي بيها. جبنة، لانشون، زيتون، اللي انت حباه واللي ولادك بيحبوه اشتغلي بيه. عارفة لو حشيتيها بطاطس محمرة هتشتغل، هتنفع. جبنة، اي نوع جبنة. هنا انا عندي اللانشون ده انا كنت عاملاه، انا اللي بعمله. ما بنشتريش لانشون بصراحة عشان مش بنحبه، مش بنحب نشتريه من بره، اللي بعمله في البيت بيتاكل. وعندي شوية الزيتون دول، هخلي شوية زيتون، يعني لما عندي الزيتون مخلي فهقطع كده شوية من الزيتون اللي عندي. الزيتون ده طعمه كان جميل جدا. إيه، خليت بقى شوية اهو قطعتهم، دول الشوية اللي انا قطعتهم اهو، شوية حلوين اهم. تقدري تحشي العجينة دي زيتون بس على فكرة هتبقى برضو حلوة. إيه، خلاص كده العجينة اختمرت اهي معايا، هقطعها بقى كور صغيرة ونبتدي ايه نشتغل فيها على طول. بجمعها بس الاول كده شوية. هنا انا كنت جايبه الفرشه عشان هدهن الصينيه، فركنتها لسه شويه كده. هقطع بقى العجينه كور. هنا انا سرعت لكم الفيديو بس عشان ما يبقاش طويل وبايخ. كده كويس جدا. هقطع بقى الكور. حته العجينه دي حوالي 3 كوبايات دقيق، و3 وشويه كده، يعني ما يوازي تقريبا نص كيلو دقيق. تقدري تعملي ضعف الكميه وتريح نفسك اسبوع تعمليه وهو طري كده. اول ما يبرد عبيه في اكياس وشيليه في الفريزر هيبقى حلو جدا. تقدري تسيبي الكور دي زي ما هي كور، يبقى شبه الكايزر. احنا هنعمله هنا شبه أرغفة الفينو زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. فهعملهم شبه أرغفة الفينو. هيجوا معايا حتة العجينة دي جت معايا 13 رغيف، بس كان حجمهم كبير وحاجة كده. الرغيف واحد هيشبع بصراحة، وغير الطعم حلو جدا. تقدري تحطي مع العجينة زبادي أو لبن، اللي هو الحليب، او لبن بودر، يعني ممكن بمية بس. يعني مش لازم اللبن، ممكن بمية بس. اولا اللي انتوا بتشتروه من الافران ده استحالة يكون فيه حليب، مستحالة يعني. تمام. احشي بقى. انا حطيت هنا الحشوة زي ما انتوا شفتوا كده، بفرد العجينة شبه رغيف العيش وبحط فيها الحشوة اللي انت حباها واللي عارفة عيالك هياكلوها تعمليها. انا هنا حطيت لانشون وعلى زيتون. ممكن تحط، انا حسيت انه بالزيتون كمان يعني كان هيكون طعمه احلى. بصوا انا بحط اهو اللانشون. انا كنت مقطعه شويه كده ايه صوابع، شبه صوابع البطاطس. وبحط معاها قطعتين زيتون او 3 زي ما انت حابه، يعني اي حشو. وبعد كده بنقفلها كويس، وبتقفلي البوز من هنا ومن هنا عشان تبقى شبه رغيف الفينو اللي ايه اللي احنا بنشتريه. وفعلا طلعت شكلهم حلو جدا. تفرديها كده كويس. وبنحط كده ايه ده 3 رغيف اهو. ايه مش هتاخد معاكي وقت. انا هنا كنت قاعده بتسلى يعني، كان بالليل وفاضية موريش حاجة وقاعدة بتسلى، يعني قاعدة على الكرسي، يعني أنا مش شغالة وأنا واقفة.
بالنسبة لك انت هتعمليهم بسرعة، مش هتاخدي وقت لانك هتكوني لا بتصوري ولا حاجة، فمش هياخدوا معاكي وقت. خلاص. يعني عملت اهو معاكم كذا واحد عشان خاطر ايه تبقوا واخدين بالكم. إيه، يعني لو واحدة جديدة على المطبخ بتبقى ايه، بتبقى عايزة تتأكد من الوصفة وتشوفها كتير. اهو تحطي على الطرف الحشوة، وبتاخديها كده اهوت ايه، زي الرول كده اهي، ونقفل البوز من هنا ومن هنا. تمام كده. خلاص. دي اخر واحدة، هكمل بقى انا الباقي مع نفسي. وجبت بعد كده الصينية، بعد ما عملت شوية جبت الصينية ودهنتها مسحة زيت. وخلاص ورصيتهم زي ما هتشوفوا كده اهي. جبت الصينية اهي، ومسحة زيت خفيفة جدا. وعندي بقى عاملة في الكوباية معلقتين حليب. هي معلقة، يعني شوية حليب بودر كانوا عندي. يعني عندي حليب بودر، خدت منه معلقة صغيرة كده أو يمكن أقل. وحطيت عليها رشة من القهوة سريعة الذوبان اللي هو نسكافيه. وقلبتهم مع بعض، مع رشة خفيفة جدا سكر. ولمعت بيها بعد ما اختمر، ان الصينية انا غطيتها زي ما انتوا كنتوا شايفين. وبعد ما اختمرت الصوابع الفينو كده زي ما انتوا شايفين، اديتها مسحة من الخلطة دي اللي هي الحليب على النسكافيه على رشة خفيفة جدا سكر، عشان تديكي لون حلو جدا. تقدري تعمليها بدل الوصف بدل كده لو حابة بصفارة بيضة، بس انا حسيت ان هو كده احلى، عشان في ناس ما بتحبش ريحة صفارة البيض، اللي هو رغم ان لو حطيت لها حتة فانيليا او معلقة خل مش هتبان. بس انا حبيت اختصر الموضوع، وهي كده حسيت كده كفاية وكويس. وهو شكله بعد ما استوى زي ما انتم شايفين خد لون جميل جدا جدا. اول ما خرجت من الفرن، كان معايا قطعة زبدة، اديتها مسحة بقطعة الزبدة زي ما انتم شايفين كده، عملت اللمعة الحلوة جدا دي اللي انتم شايفينها. وبتدي طراوة للعيش، ولا غطيته ولا اي حاجة، هو طير لوحده. يعني بعد شوية صغيرين كده لما بدأ يبرد شوية كان دافي كده، وانا بقطعه لكم كده كان دافي. كان طري جدا جدا، واللمعة اللي انتوا شايفينها دي من مسحة قطعة الزبدة. واللمعة دي على فكرة مش بتروح بعد كده، يعني بيفضل محتفظ بيها حتى بعد ما بيبات وبيقعد طري بالكذا يوم على فكرة. دي الميزة اللي فيه، انه بيقعد طري كذا يوم. كده اديك عملتي أرغفة فينو محشية وجاهزة. تقدر تشيلها بقى في الفريزر، كل رغيفين على حسب ولادك بياكلوا قد ايه، وتعمليهم عبوات وتشيلهم في الفريزر وتديهم منها، يعني من غير ما تسخني من غير حاجة. تطلعيهم مثلا من بالليل، تسيبيهم على الترابيزة الصبح هتلاقيهم طراي هياخدوهم معاهم. حشوة جميلة وحاجة، يعني فكرة حلوة بدل ما تقعدي تفتحي فين. وأحيانا تعملي السندوتش والحشوة بتقع منه مع الأطفال الصغيرين بالذات، يعني كده الحشوة مش هتقع، كده انت ضامنة ان الحشوة مش هتقع من الرغيف والعيال هياكلوها. جربوا ان شاء الله يعجبكم، ونشوفكم على غير خير في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وباي باي.